السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله باش تكونوا بخير وعلى خير بعد غيبه اللي غابت اكثر من 3 سنوات. رجعنا لكم ان شاء الله فيديوهات جداد وصفات جداد ان شاء الله غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غتقدم لكم انزله وصفه اللي رائعه بزاف وعن تجربه كنتمنى ان شاء الله باش تكون عند الحسن الظن ديالكم، ونتمنى ان شاء الله باش تجاوبونا في التعليقات الى عجبتكم الوصفه ديالنا ديال اليوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المهم كما قالت اختي، هذه الوصفه اللي جبنا اليوم ان شاء الله غتكون وصفه مزيانه وعن تجربه وعندها مفعول. الوصفه ديال اليوم هي عباره على علاج البواسير. تنقول علاج يعني بمعنى الكلمه، لان جربتها انا شخصيا واستعملت هذه الوصفه وعطاتني نتيجه ما كنتش متوقعها. من بعد ما عانيت من البواسير ومن بزاف ما استعملت قويلبات، استعملت بومادات، استعملت الاستعمال الخارجي، الاستعمال الداخلي، يعني بزاف الحوايج حتى لاخر لحظه. وشدت هذه الوصفه والحمد لله مني درتها عطاتني مفعول. وهي عباره عن حوايج ساهلين وبساط وموجودين في كل بيت، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. كما قالت عنزاده هذه الوصفه هذه ذات مصداقيه، بمعنى انها كتعالج البواسير الداخلين من الداخل ومن الخارج حاشاكم. المهم هذه الوصفه كيف ما قلنا هي وصفه فعاله والنتيجه ديالها مضمونه. ودابا غادي ندوز اختي نذكر معكم المكونات تاع الوصفه ديالنا ديال اليوم. طبعا المكونات تاعنا تاع اليوم مكونات كي قلت بساط وموجودين في كل بيت، وهما عباره على 3 تاع المكونات. اول حاجه هو الخرقوم البلدي. الخرقوم تشريه تاخديه تطحني على يديك باش لان الاستعمال خصو يكون نقي وموثوق به. الخرقوم البلدي مطحون على اليد. ثاني حاجه اللي هو السمن البلدي. سمينه يا لاله انزاده بلا ملحه. بالطبع بلا ملحه، حيت الملحه راه غتحرق. هذه بلا ملحه سمنه. انا كنت صوبتها لراسي، كنت خديت زبده بلديه وخليتها عندي حتى ولات سمن، يعني باش تستعمليها. بغيتي تشريه خصك تعرفي منين تشريه ومنين تاخديه. ما تكونش في طبيعه الحل الملحه يكون مصدر موثوق. ما يكون مصدر موثوق منه. واهم مكون هو هاد البوماده. هذه البوماده راه زوينه بزاف وعندها مفعول ورخيصه. اللي زوين فيها هو انها رخيصه وعندها مفعول، راه ما تتجاوزش 10 دراهم. يعني الوصفه كلها ما تطلعش غاليه والمفعول ديالها اكثر من الثمن ديالها وبزاف. هي صراحه كل ما كانت الحاجه طبيعيه كتكون احسن. بالنسبه لهاد البوماده رغم انها بسيطه ولكن المفعول ديالها مفعال مزيان. المهم كي قلنا غنبداو طريقه الاستعداد. تناخذ انا راه شوف راه بعد هاد البوماده راه مستعملاها لان انا بقى فيها، ولكن استعملتها الحمد لله. داكشي اللي استعملت اللي خلطت قضيت به ما باقيش عاودتها. داكشي اللي استعملت في الاول. دابا انا الوصفه هي بغيت نشاركها معكم، اما انا الحمد لله لقيت عليها تحسن كتير بزاف. داكشي علاش انا دابا غادي نوريكم طريقه الاستعمال. وانا غنخلط هنا قدامكم، يعني ما غنخلطش بزاف لانني انا صلاع بالحمد لله. غادي دير واحد الكميه اللي هي قليله غير باش غير المشاهدين باش يشوفوا الوصفه ديالها. فين ما بغيتي تستعملي هذه الوصفه غادي تخلطي غير القليل اللي يكفيك تقريبا واحد 2 ديال الاستعمالات. هما تنخلطوهم. النتيجه ديال هذه الوصفه كتبان على 3 أو 4 استعمالات، غادي تبان لك النتيجه ديالها. النتيجه عرفتي راه سبحان الله العظيم، النتيجه ما تاخذش الوقت باش يبان لك. وبغيت الناس انا في لي كومونتير اللي جربوها ويقولوا النتيجه واش عطاتهم. ان شاء الله من هنا لقدام غنقدموا لكم وصفات اللي هي اكثر من رائعه وذات مصداقيه. كاينين وصفات زوينين ان شاء الله ومجربين. اي وصفه غنعطيوها للناس غتكون ان شاء الله مجربه وعندها فعاليه ديالها. هي من بعد ما خلطنا الوصفه ندوزو دابا ان شاء الله الطريقه ديال الاستعمال. هي دابا هكا تكون بحال شكل الكريم، بحال شكل البوماده، بحال شكل ما تتحرقش
ما خرجاش، كلشي فيها رطب لان الخرطوم طحون مزيان. والمغاربه بطبيعه الحال هاي كي تبان لكم، يعني حتى في الاستعمال ما صعيباش ما والو، يعني مزيانه حتى في الاستعمال. غندوزو دابا لطريقه الاستعمال. دابا ندوزو لطريقه الاستعمال. طريقه الاستعمال راه ساهله وبسيطه، ما فيهاش شي حاجه كثيره. يمشي بنادم يغسل بالماء والصابون، يغسل مزيان، صابون الكف ولا الحجره كل شيء يقول ليه. تتنشفي، تاخذي هذا الكريم اللي صاوبنا، تدهني به، تدهني صباح وعشيه، تدهني به وتحاولي كاع تدخليه شويه، وهي لا تطلق لا للداخل ولا للخارج، لا البواسير الداخليه ولا الخارجيه. تستعمليها مره في الصباح مره في العشيه ان شاء الله، وراه المفعول غادي يبان. كي قالت الاخت ديالي راه ما غاديش، يعني تقريبا 3 الاستعمالات تتبان لك النتيجه. يعني ما تطوليش المده، نقول لك راه اسبوع ولا شهر ولا 15 يوم، يعني تقريبا في ديك يومين الاولى حتى 3 ايام كاع تولي تحسي بالنتيجه ديالو. وان شاء الله تنتمنى هذه الوصفه تنول الاعجاب ديالكم وتعالج لينا بزاف ديال الناس، وتبارطاجيوها مع كاع الناس اللي تيعانيو من هذا المشكل، لان هذا المشكل ولا كثير وكثير بزاف. انا بعدا تنشوف بزاف الناس عندهم هذا المشكل هذا وما لقاوليش العلاج. الاكثريه تيمشيو يديروا الجراحه، يديروا هذه يديروا هذه، ولكن الحمد لله باش ما نوصلوش حنا لهذه المرحله يعالج بنادم بهذه المسائل اللي هي طبيعيه واقتصاديه، يعني ما تتكلفش بزاف ولكن عندها مفعول. المهم كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. تنتمنى تنول الاعجاب ديالكم وتكون بالشفاء ان شاء الله. واللي شاف هذا الفيديو بارطاجيه مع عائلته، مع اصدقائه، مع اي واحد عارفو محتاج لهذه الوصفه هذه، لان ان شاء الله عندها مفعول وعند تجربه شخصيه كي تنقول. وكاين ان شاء الله غنتلاقاو في وصفات اخرين فيما يخص الشعر، فيما يخص البشره. عندنا الجديد والحصري والمجرب واللي عنده مفعول مزيان ان شاء الله. نعم، ان زادتكم مصداقيه في كاع الوصفات ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله العوده ديالنا غادي تكون بالجديد وبزاف ديال الحويجات اللي ان شاء الله غادي يعجبكم، غيستافد منها كلشي ان شاء الله. ما تنساوناش بلي لايك والبارطاج، الله يجزيكم، والتعليقات ان شاء الله. ان شاء الله. وشكرا على المشاهده.